فاضيين نصوصو شوية؟ عايزين نصيصة شوية. والله كات. تفتكروا يعني ايه صوصو؟ يعني رغاية مش بتبطل كلام. سرسرة اللي هو لما واحد بيصرصر. اللي اتلسع من الشوربة بيعمل ايه؟ بيشرب الزبادي. ايه؟ بيشرب الزبادي. قول لنا نكتة على طريقة الفنان أحمد سعد. مرة صعيدي دخل الحمام لقى مساحة، قال لي يا ابوي كل دي ما كانت احلاجي. اللي ايه؟ اللي اتلسع في الشوربة بيعمل ايه؟ ايه ده؟ اللي اتلسع من الشوربة بيعمل ايه؟ بينفخ في الزبادي. امتى بقى آخر مرة نفختي في الزبادي؟ ايه ده احراج ده. سيبها عادي لغاية ما تبرد ويشربها. بيحط بيتادين. طب انت عايز ايه حضرتك؟ ايه؟ انا طول عمري بنفخ في الزبادي، بقول ان انا هتعلم وبتعلم. الرأي ولا رأي الآخر؟ ليه ندخل نفسنا في قيل وقال؟ وبعدين رأيك في الشورى شورتك في الآخر، يعني الموضوع ما يطلعش بره. أنا ضد المرأة وضد الرجل. بيقولوا الفضائيين انتشروا على الأرض الفترة الأخيرة. سمعت؟ مين اللي بيقوله؟ هم بيقولوا. خلاص ماشي. احنا من امتى بنسأل أسئلة؟ احنا عمرنا سألنا الأسئلة دي. استغفر الله العظيم. اكيد عندهم حق، طالما هم اللي بيقولوا يبقى تمام. بجد والله؟ لا ما سمعتش الموضوع ده. انا حاسه برضو ان انا متغيره بقالي كام يوم. كده سمعت؟ قابلت فضائي ممكن. تفتكري ايه اللي ممكن يميز الرجل الفضائي عن رجل الأرض؟ اعتقد الاثنين بيسدوا النفس. ماشي شكرا اتفضل. يعني اعتقد ان الست الفضائيه تبقى احسن بكتير. فضائيه بقى. 2-1 الرجاله كلها واحده. هما الاثنين نكديين بالطبع تقريبا، يعني دي نكديه ودي نكديه، يعني دي عايز طلبات ودي عايز طلبات، دي عايزه فلوس ودي عايزه فلوس، دي عايزه ذهب ودي عايزه ذهب. تنزل لك من الفضاء عشان تقول لك هات لي دهب ليه؟ ما الله اعلم بقى واحده نازله منين بقى، افرض نازله مثلا من ايه، من بكوس مثلا، من فضاء، افرض نازله من مشترى مثلا، مش نازله من القمر هي اكيد يعني. اسلوب يعني. تعالي بقى عشان انا سكتلك وانت قابله انت وعيالك ولا انت قابلت عليا. والله يعني مقارنة بالست الأرضية فأعتقد المنافسة هتبقى مفيش منافسة، يعني الموضوع هي هتبقى سابقة بمراحل، فدي ممكن حاجة الست المصرية أو الست اللي على الأرض عامة تستفيد منها، إن هي إزاي تقدر تتطور، إن هي توصل مش هنقول تبقى زيهم بس الجزء أو تتحسن بجزء، إن إحنا نوصل لليفل زي ما إحنا شايفينه كلنا. اوكي مش عايز DVD؟ DVD نجيب لك DVD. اعتقد الموضوع يبقى مختلف، يعني في ايه بالظبط ما شفتش فضائيه قبل كده، بس هو اي ثينك ان هو مختلف يعني. علشان هي فضائيه اكيد مش مجاوره برضه ست نكديه زيها عشان فضائيه. ما يمكن لما تعاشر الرجل الأرضي تبقى نكدية. اكيد برضه مش هتبقى انكد من الست المصريه. انا بدات اكرش عليهم من البدايه اصلا. لا انا بكرش عليهم اي حاجه غير البني ادمين. طب ايه الضمانات اللي ممكن تاخدها عليها عشان ما تنكدش عليك؟ عشان ما تنكدش عليا ما تقوليش هتتاخر، ما تقوليش مع اصحابك والقهوه، ما تقوليش تلعب بلاي ستيشن ولا تقعد معايا، عشان اكيد هختار ان انا هلعب بلاي ستيشن. وانا اعتقد ان اهتماماتها هتكون اكبر من ان انت تلعب بلاي ستيشن. بس ايه بقى اللي انت ممكن تعمله تخليها توافق عليك اساسا؟ يا فضائي هقنعها ان انا ممكن في يوم من الايام ابقى فضائي. انا ما اخدت ضمانات ما تثقيش في راجل. يعني لو قال لك تعالي نسافر الفضاء ويجيب لك مركبه فضائيه انا هروح معاه عادي. انا مؤاخذة يا استاذ، انا عايز ابقى مع الكفار. هو مزاجك. والله العظيم 3 يا استاذ، انا حافظ كل الكلام وجاهز على البروفا والتصوير. هل في ضمانات ممكن تاخدها على الست الفضائيه عشان ما تنكدش عليك؟ لا هي لازم تنكد، ما تبقاش ست لو نكدت، هي لو قطه بس بنت هتنكد برضه. بصي هو بدر مش راجل ارض فهو كده كده ايه مضمون. رجاله الارض مش مضمونه. يعني اكيد هيبقى عندها حب وعاطفه زياده، وان هي تقدر ان هي مثلا تهتم بيا وما تخلينيش ان انا افلرت على اي حد تاني او ان انا ابقى توكسيك. يعني احنا شعب او بني ادمين طبعنا نفسه نكد، فاعتقد هناك لا، هناك ما عندهمش مشاكل اللي عندنا، فاعتقد مش هيبقى فيه ده لا خالص يعني. في الواقع مش عارفه الصراحه ما فيش راجل يتضمن. شقه في الفضاء. شقه؟ اللي هو فضائي اطلبي منه. لا عايزه شقه كبيره وعربيه مراكب فضائيه، وعايزه بقى شبكه بقى بتنور كده الماس بقى بتنور كده كبيره. بس انا بسيط. مش هتخليه يجيب لك شقه جنب مامتك؟ مامتي فين؟ احنا في الفضاء، انا اسيب امي هنا واسيب اهلي هنا واطلع انا. قول لنا نكته على طريقه الفنان احمد سعد. أحمد سعد هو أحمد سعد بيوزع نكت يعني ولا إيه بالظبط؟ هو بيغني يعني يا باولو كات دي منتج يا باولو. مره واحد دخل السوبر ماركت سال عندك جبنه، الراجل قال له لا وهو عنده جوه. مره واحد صاحب محل ورد طرد ابنه من شغله عشان بيعمل مشاتل. أقول لك مرة واحد صعيدي ركب طيارة هليكوبتر فسقع، قام طافي المروحة.
بيقول لك مره زومبي قابل زومبي فقال له ده ابوك، قال له لا ده زومبي. بالظبط. شكرا. شكرا احمد سعد. شكرا. صدقيني لو بين كنت اشيلك بين